السيدات والسادة الوزراء التابع ورؤساء المجالس المنتخبة، صباح الخير ورمضان مبارك. في البداية ونحن نستقبل عضو بالحكومة ديال صاحب الجلالة، لابد من نوع بالعمل ديال الحكومة والاهتمام ديالها بالجهة ديالنا والعادات ديال الزيارات ديال أعضاء الحكومة لهذه الجهة اللي ما كانوش زيارات فولكلورية ولا زيارات من أجل الزيارة، ولكن دائما كل زيارة كانت كتجي معها اتفاقيات وشراكات ومشاريع الجهة. وهذا الشيء اليوم كذلك جاي هذه السلسلة ديال الزيارات اللي إن شاء الله نستمعوا لتنزيل استراتيجية الاستثمار، وكذلك غدا إن شاء الله تنشئ واحد الوحدة صناعية كبرى. بالمناسبة لابد أن نشكر السيد الوالي والسادة العمال على العمل ديالو، لأن ما كانت لهذه الجهة أن تعرف كل هذه الدينامية لولا العمل يد في يد مع السيد الوالي ومع السادة العمال والسيد المدير ديال السيري وكل الإدارات المعنية الإدارات اللي عندها علاقة مع مجلس جهة الشرق. كذلك كتعرفوا بأنه الجهة ديالنا كتعرف واحد الرقم مرتفع ديال البطالة، وبالتالي الاشتغال ديالنا اليومي مع السيد الوالي ومع كل المسؤولين هو من أجل تحفيز الاستثمار ومن أجل خلق فرص الشغل ومن أجل أن تعرف هذه المنطقة ديال الشرق واحد الإقلاع حقيقية بعد الخطاب ديال سيدنا الله يسرو اللي رسم المعالي ديال هذه الجهة، واللي بعد 20 سنة اليوم أصبحنا نرى بأنه الجهة فعلا كتعرف واحد الدينامية كبيرة. ولكن الانتظار ديالنا الكبير هو الإقلاع وبداية الاشتغال ديال بناء الأرض المتوسط ديال النظر. الحلم ديال الجهة كله مبني على أساس أنه أخيرا سوف تنطلق جهة الشرق، وكان سبق الوزير في الحكومة الحالية السي رياض الزور أنه صرح بأنه إن شاء الله جهة الشرق سوف تكون القاطرة ديال المملكة المغربية فيما يتعلق بالاقتصاد مستقبلا في 10 سنوات.